مساء الخيرات. ان شاء الله تكونوا بخير. مش هقول لك نصيحه، لان انا برضو مش اهل ان انا ادي نصايح، ولكن هقول لك على تجربه شخصيه في الحياه عامه، وبعد كده هقول لك في العقارات رايي فيها ايه. الطبيعي الطبيعي الشخصيه الطبيعيه الناس بتتقبلها جدا مهما كانت بسيطه. صدقني والله. في ناس من المشاهير هو بيطلع يقول انا كنت كذا وكنت كذا. في ناس ما بتعملش كده الا لما بتبقى مشهوره، بس ده بيبقى اصلا عنده مشكلة. بس انا قصدي ان البساطة، الطبيعي دايما بيفرض نفسه. هقول لحضرتك حاجة. احنا في مصطلحات انجليزية كتير في حياتنا بنتكلم بيها. في حاجة بتبقى عن غير قصد، خلاص هي بقت اسمها كده اصلا، في العربي بقى اسمها كده خلاص. وفي حاجة احنا يعني مصطلح بالانجلش اكسبريشن خلاص تقيل يعني مش وقته. يعني احنا قاعدين بنتكلم، فاللي بيقوله هو بيفرض عضلاته على اللي قدامه. انا هقول لك كلمه جامده جدا فاعجزك فاعرفك انا بتكلم ازاي. خناقه كده ملهاش معنى. فالكلام ده ما بيدلش على ان انت اي حاجه، لان مع احترامي للي انا هقوله، يعني الناس اللي بتشتغل مع الاجانب ممكن هو ما بيعرفش يقرا ويكتب وبيتكلم انجليش وايطالي وبيتكلم ياباني وبيتكلم صيني. يعني اللغه دي ملهاش علاقه بالمستوى الاجتماعي لو انت فعلا مش حقيقي. يعني في شباب هو اصلا دارس في جامعه اجنبيه، عايش بره، هو غصب عنه بقى كده، غصب عنه بقى كده. ولكن في منهم اعرفهم متعلمين كده في جامعات اجنبيه امريكيه، بيخرج من بقه كلمه انجليزي كل فين وفين، لانه شاطر وذكي. شاطر وذكي. احنا في العقارات بنبقى عندنا مصطلحات كتير اجنبيه، بحكم ان الورق اللي بيتعمل اصلا معظمه مكتوب بالانجليزي في معظم الشركات. في معظم الشركات. في شركات تانية لا، كاتباه بالعربي لحد دلوقتي، وانا بحترم الحته دي فيهم جدا. وحضرتك بتكلم الناس، مش كل الناس هتفهم يعني ايه لاي اوت ويعني ايه ماستر بلان، ويقعد يدي كلام انجليزي. انا ببقى قاعد بص على الراجل كده يا عيني، هو الراجل عمال يقول لانه مكسوف من اللي حضرتك بتعمله. انت اصلا بتتكلم انجليزي بتاع المدارس عادي جدا، وعايز توري الراجل اللي قدامك عشان انت حسيت ان هو بسيط ان انت بتتكلم انجليزي، فالبيعه تبدا تبان ان انت ابن ناس ومش فارق معايا البيعه، وعايز ابيع ومش فارق ابيع، انت كده كده بساعدك. الكلام ده بيأثر بالعكس على حضرتك وعلى البيعه وعلى شكلنا وعلى منظرنا وعلى كل حاجه. ما فيهاش حاجه ما تتكلم عربي. اتكلم عربي. في حاجه اسمها مخطط عام. لو لقيت اللي قدامك مش متقبل فكره الانجليزي، او الانجليزي بتاعه مش هيسعفه او مش هيسعفك انت شخصيا، اتكلم عربي. انا بيجي لي تليفونات بحكم ان انا يعني عميل في بعض الشركات، فتلاقي ايه الناس بيكلموني شباب. احنا مش ان انا احمد اللي بيشتغل في العقارات، لا، ان انا عميل يعني. فامبارح في حد كلمني قال لي كلمه انا استفزت جدا منها، عايز افتكرها والله. قال لي بيقول لي انا بيقول لي انا بكلمك من مبيعات القاهره الجديده والتجمع. اصلا جه في دماغي القاهره المبيعات بتاعه الاجهزه الكهربائيه. فقلت له ايه بتقول ايه؟ قال لي مبيعات القاهره الجديده. فبقيت افهم. فقلت له يعني ايه طيب؟ قال لي يعني انا جالي ريكوست ان انت عايز حاجه. قلت له اولا ما طلبتش حاجه ومفيش حاجه اسمها ريكوست اصلا. فانا الواد اتنرفزت عليه. قلت له هو اسمه ريكوست؟ الريكوست ايه؟ مفيش حاجه اسمها ريكوست. قول يا عم جالي طلب، يا عم جالي ان حضرتك مهتم بالموضوع. ما تصعبش الموضوع على نفسك وعلى الناس، فتلاقي نفسك انت اللي خسران. ما تبقاش فيك، خليك طبيعي، اتكلم عادي، الناس هتتقبلك. انت تبقى شاطر ومجتهد وعندك معلومات وامين وعندك كل الكلام ده. الانجليزي عايز تضيفه لنفسك روح اتعلمه، لما تتعلمه كويس قوله. انما اوعى تدلدق الكلام من بقك، فتلاقي اللي قدامك خلاص. ما هو في واحد تاني هو ما بيتكلمش انجليزي بس هو عارف، هو باشا، هيفرزك، هيحطك في حته. طيب يا حبيبي ان شاء الله نتكلم بعدين، مع السلامه. خلاص شكرا. شكرا. زي ما تلاقيه مثلا كده لسه شاب زي ما تلاقي شاب لسه راكب عربيه متواضعه، او لسه ما جابش عربيه وراح يقابل عميل ولابس ساعه رولكس ياخت ماستر 2، ساعة رقم خزعبلي بآلاف الدولارات المرعبة، مش ب10 ولا 12 ألف دولار ولا 13 ألف دولار. بتتكلم في رقم، هو الرقم ده أصلا كبير يعني، عشان برضو محدش يفتكر إن أنا بهجص يعني. بس لابس ساعة مثلا تمنها 50 ألف دولار، وحضرتك نازل من الميكروباص. خليك شيك
بقدر اللي انت فيه، وبعدين ربنا هيكرمك، اعمل وطور وكل حاجة مفيش مشكلة، ولكن ما تعديش الحتة اللي انت فيها. فاللي قدامك برضو مش عبيط، هيفهمك وهيفرزك وهيقولك مع السلامة. نصيحة لله، في العقارات مش في العقارات، خليك طبيعي، خليك طبيعي. عايز تحسن من نفسك، حسن من نفسك، ولكن ما تكدبش، ما تبقاش فيك. هي كلمة انجليزي، ما تبقاش مصطنع، ما تبقاش مش حقيقي. خليك طبيعي. الطبيعي دايما هيفرض نفسه وهيكسب. الناس هتحترمك حتى لو ما اشتراش منك. في العقارات مثلا بتكلم، هيحترمك وهيقول الولد ده في حتته كويس. انما مش عايز تحشر نفسك في حتة مش بتاعتك، باسلوب حياة مختلف، بكلام مختلف، بلبس مختلف، بستايل مختلف بتاع، هتلاقي نفسك بره الكادر خالص. ودي نصيحة، مش هقولك نصيحة، دي حاجة انا جربتها بنفسي. اوعى تبقى فيك، مش طبيعي يعني. اشوفكم على خير.